هالو جريد 5 معاكم ميس نبيلة ساينس تيتشر. النهارده ان شاء الله هنكمل كونسبت 4-2 lesson 3. اخدنا السيشن اللي فات 1 و 2. النهارده هنبدأ ان شاء الله في 3 و 4. تمام. عندي في lesson 3 هنكمل على الجزء اللي بدأناه في 4-2 في lesson 1 و 2. النهارده هناخد 3 ان شاء الله. اول question عندك the sun is not considered as a star. بيقولك ان الصن not considered يعني ايه؟ ما بتعتبرش ستار. طبعا الكلام ده false لان هي one من الستارز اللي موجودة في السولار سيستم. Number 2 the sun is located near earth. هل الصن قريبة من الارث؟ اقرب حاجة بالنسبة للارث. سؤال زي كده ممكن مثلا نشوف الاول الكلوزست ستار. هنا قال لك closest star to earth، يبقى ده اقرب واحد للارث، هنيجي نقول له true. يبقى دي معلومه اوريدي انت لسه هتاخدها دلوقتي ان شاء الله في البيج ده او في البيج دي. الاول يعني ايه stars يا ميس؟ الستارز يعني النجوم. تمام. قال لك they are giant spheres يعني سفير كبيره قوي. اللارج بتاعها بيكون medium، ولكن بالنسبة لنا احنا بتكون كبيرة. ليه؟ عشان احنا طبعا قلنا احنا بالنسبة لنا احنا على الارث، والارث بتدور حوالين الصن، وكمان الارث اصغر من الصن، فاحنا شايفينها ان هي giant sphere of highly explosive gases. فيها شوية gases بتكون highly explosive يعني ايه؟ مدمرة او بتكون يعني متوهجة قوي. اللي بيحصل اكسبلوجن ممكن تنفجر بسبب ان هي بتكون very hot. تمام. يبقى super hot gases بتكون موجودة فين؟ جوه السفير، والسفير دي بنسميها ايه؟ بنسميها ستار. تمام. اول واحد عندنا اللي هو الصن. قالك الصن دي medium sized star يعني ستار السايز بتاعه بيكون medium. يعني في ستارز تانية large وفي ستارز تانية small. بالنسبة لنا الستار أو بالنسبة لباقي الستارز الصن هنا medium. يعني ايه medium؟ متوسطة، ولا هي large زي الستارز اللي هي بتكون أكبر من الصن، ولا هي small زي الستارز اللي بتكون أصغر من الصن. تمام؟ قالك ال only star that is located in our solar system. ده الستار الوحيد اللي عندنا في السولار سيستم كله. يبقى السولار سيستم مفهوش الا ستار واحد بس اللي هو الصن. قالك it appears so bright. يعني ايه so bright؟ يعني لامعة، بتطلع ضوء in the sky because it's a largest object in the solar system. وكمان قالك closest star to earth. يعني ايه closest؟ اقرب ستار عندك بالنسبة للارث هو الصن. تمام. تاني حاجة قالك اعرفها ان هي بتمد او بتعمل provide للارث بحاجتين heat and light. عشان كده هي source of heat and source of light بالنسبة للارث. يعني مين اللي بينور لنا الدنيا كلها بيكون في الدي؟ اكيد الصن. مين اللي يقدر يدينا الهيت؟ اكيد الصن. يبقى احنا بنطلع مثلا في وقت مثلا نون at نون وقت الظهر او بعد العصر كده تلاقي الصن هاي عالية جدا، وفي حالة زي كده بنحس ان احنا حرانين من كتر الهيت اللي جايه لنا منها. تاني حاجة قلنا ان هي بتدينا لايت، ففي الوقت الدي او في المورنينج مش بنحتاج ان احنا نشغل نور علشان هي منورة، حتى لو احنا فتحنا الويندوز كده بتدخل لنا لايت. ده ليه؟ عشان هي source of heat and source of light. تمام. How does the sun produce heat and light energy؟ ازاي الصن بتطلع لنا heat ولايت؟ ازاي هي تكون سفير جواها او بتعمل production لمين؟ للهيت واللايت. قالك like all stars زيها زي كل الستارز الصن use the energy produced from reactions ما بين الجازز اللي جواها. يعني احنا عندنا شوية جازز هما اللي مخليينها تكون super hot. تمام. الجازز دي بيحصل فيها reactions ما بينها وما بين بعض، فبتطلع heat and light. هو ده اللي بيعملوا ايه؟ الصن تدي مين؟ للارث. تمام.
بعد كده بيقول لك ان هي give off heat اللي هي thermal energy و light energy. يبقى ده بسبب ايه؟ بسبب الرياكشن between gases. between ايه؟ gases. يبقى انا كده عرفت ان الصن بتطلع لي heat energy او thermal energy و light energy due to the reactions between these gases اللي هي inside the sun اللي جوه الصن. check your understanding. في سؤال نمبر 1 ال stars are solid object made up of rocks. يعني ال star دي حاجة solid بتتكون من rocks. طبعا no، هي بتتكون من gases فهي مش solid. Number 2 the sun is one of the stars that are located in our solar system. واحد من ضمن ال stars اللي شغال فيه أو اللي موجود في السولار سيستم. طبعا true. Number 3 the sun provides earth with heat and sound. No. with heat yes لكن sound no. فعشان كده السؤال هيكون false لأن هو مش بيديني sound. الصن ما بتدينيش إلا two energies thermal energy أو اللايت ومين؟ الثيرمال انرجي اللي هي الهيت واللايت انرجي اللي هي الضوء لكن ما بيطلعليش ساوند خالص. طيب how do we study the stars؟ ازاي احنا ممكن ندرسها؟ قالك احنا عارفين ان the stars can help us understand how our galaxy او other galaxies are formed. مين الجالاكسي دي؟ ده نوع الشوكليت؟ No. الجالاكسي هنا قالك the group of stars. group of stars مجموعة من الستارز، مجموعة من البلانيتس، مجموعة من الجازس. قالك held together by gravity. ماسكين مع بعض بالجرافيتي لأن احنا اتفقنا ان انا عندي الستارز زي الصن بيدور حواليها 8 planets ومن ضمنهم الارث اللي احنا we live on it عايشين عليه. لما هما يمسكوا مع بعض كده قالك بيكونوا حاجة في السكاي اسمها جالاكسي. اسمها ايه؟ اسمها جالاكسي. يبقى مين هي الجالاكسي؟ قالك ان هي تجمعات من الستارز من البلانيتس stars planets gases held together ماسكين مع بعض في او بواسطة مين؟ او by gravity. طيب مش هما موجودين فين؟ اكيد موجودين في اليونيفيرس الكون. ده الوايت space wide space that contains celestial object زي الستارز زي الجالاكسيز زي الكوميتس الميترز والهيومن ميد ساتلايتس. يعني احنا بنتكلم على اليونيفيرس. اليونيفيرس ده يعني الكون كله. الكون ده ممكن يكون فيه ايه؟ قالك بيكون فيه celestial bodies يعني اجسام زي الستارز زي الجالاكسيز زي الكوميتس زي الميترز او معاهم مين تاني؟ الساتلايتس اللي هي الاقمار الصناعيه. تمام؟ كل ده كده موجود فين؟ موجود في وايد سبيس مكان واسع جدا. المكان ده اسمه ايه؟ اسمه اليونيفيرس اللي هو الكون. طيب if you look into space you can see some celestial object with naked eye. بنشوف بعض الأوبجكت بعينينا but most of these objects appear as small light dots. يعني احنا بنشوفها عادي بس في حاجات تانية بنشوفها زي الدوتس زي يكون نقط كده في السكاي. تمام؟ قالك هما بيكونوا ايه؟ so it's hard to differentiate between them. بس انا ما اقدرش اميزهم. ما اقدرش اشوف كل واحد لوحده واجي اقول اكيد ده كان يعني يعتبر كذا. ما اعرفهمش. مش هقدر اعمل differentiation between them لان هي باينه ان هي الدوتس صغيره لايت ومطلعه ضوء. طيب تمام. يبقى انا كده عرفت هنا ايه في السلايد دي. عندي الجالاكسي وعندي اليونيفيرس. الجالاكسي قلنا جروب اوف ستارز بلانيتس جازز لكن اليونيفيرس هلاقيه دايما عباره عن وايت سبيس وفي كل اللي احنا ذكرناه دلوقتي. using technology عشان نعرف ندرس اليونيفيرس. قالك as the universe is so big. اليونيفيرس بيكون ايه؟ so big كبير جدا جدا جدا. فmany objects are too far away. أجزاء أو أجسام
بتكون بعيدة قوي far away بالنسبة لإيه؟ بالنسبة إن أنا أشوفها بالنيكد ايز وأنا عايشة على الإيرث. يبقى صعب جدا إن إحنا نقدر نشوف أو نقدر ندرس الأوبجكت دي لأن هي بعيدة. طب بعيدة ليه؟ عشان اليونيفرس إحنا لسه قايلين إن هو وايد جدا. يعني وايد واسع، فعشان كده أنا ما أقدرش إن أنا أقدر أشوفها، ما أقدرش أشوفها من مكاني. ليه؟ عشان هي far away. فقال لك والله الاسترونوتس اللي هم رواد الفضاء cannot be sent to study these very distant object. ليه ما ينفعش نبعتهم؟ احنا لسه بنقول very distant object والمكان بعيد جدا، ما ينفعش ابعت اي هيومن ايا كانت حتى لو هو already interested بده. تمام؟ تمام. طب الحل ايه؟ قال لك الحل في التكنولوجي. تعالى نشوف مثلا التكنولوجي دي تقدر تساعد الهيومن ازاي. ان هو يعمل invent some tools، بدأ ان هو يخترع ادوات علشان يشوف الديستانت ايه celestial object فين في السكاي. عندي مثلا بينوكيولرز او الباينوكيولرز، ده عبارة عن منظار اقدر اشوف بيه الحاجة البعيد قوي وكأنها قريبة مني جدا، زي جاليليو كده. جاليليو باينوكيولرز يعني منظار جاليليو، ده اسم الساينتست اللي هو اخترعه. اوكي. تاني حاجة ممكن تساعدني او الهيومن قدر يعمل لها invent هي التلسكوبس. التلسكوبس قالك زي هابل سبيس تلسكوب، ده برضه هيساعدني ان انا اقدر اشوف، ان انا اعمل ماجنيفيكيشن، اكبر الحاجات البعيدة قوي واقربها مني بحيث ان انا اقدر ايه اشوفها عن قرب بدل ما هي بعيدة. اوكي ماشي. يبقى انا عندي two devices هيساعدوني ان انا اقدر اشوف اليونيفرس او السيليستيال بوديز من وانا على الارث، اقدر اشوفها عادي جدا من غير ما ابعت اي حد للسبيس. مين هم؟ نعيدهم تاني: الباينوكيولرز والتلسكوب زي جاليليو وزي هابل سبيس. طيب some telescopes that are placed on Earth's surface cannot observe very distant celestial bodies أو object. قالك بعض التلسكوبس دي برضو ما بتعرفش أو ما بتقدرش إن هي تساعدني في إن أنا إيه أشوف الأوبجكت دي. ليه؟ قالك عشان والله عندنا layer اسمها الأتموسفير. طبقة الأتموسفير أو الغلاف ده act as protective layer، طبقة حماية حوالين مين؟ حوالين الإيرث، فأنا مش قادر أشوف منها. زي ما يكون دلوقتي أنا عايزة أشوف حاجة هناك ففي حاجز هنا في النص، أنا مش هقدر إن أنا إيه أشوف اللي وراه. نفس الفكرة بالظبط. الأتموسفير بيكون around the earth، بيحمي الإيرث من أي sun rays مضرة. طيب ده ضايقنا في إيه؟ ضايقنا إن حتى وأنا معايا التلسكوب مش هقدر أشوف بعض الأوبجكت اللي أنا مش قادر أشوفها من الأول. Where the atmosphere allows sunlight waves to pass to earth، ولكن بيعمل بلوك، هي دي وظيفة الأتموسفير، allow لsunlight waves إن هو يوصل، وبيعمل بلوك للصام التاني. يعني يعمل allow وبلوك على حسب الري اللي نازل، هل هو beneficial مفيد ولا مثلا هيكون harmful مضر. Check your understanding. Complete the following sentence using the words below. عندي الجالاكسي، atmosphere، universe. Number 1 بيقول لي the white space. واضح جدا دلوقتي ان انا عرفت الاجابة من اول ما سمعت كلمة white space، يعني مساحة واسعة جدا جدا. قالك بتحتوي على ايه؟ contains celestial object is called a universe. تمام؟ اليونيفرس اللي هو الكون. تمام؟ Number 2 a protective layer around the earth that allows sunlight waves to pass to earth and block other، وبيسد أو يمنع الباقي. طبعا دي طبقة مين؟ الأتموسفير اللي هي عبارة عن إيه؟
layer أو طبقة بيكون عبارة عن جازز زي ما أخدنا في الكونسبت 3.1. أول كونسبت خالص عندنا في المنهج كان بيتكلم عن السفيرز، وساعتها قلنا إن هم 4 سفيرز وهكذا. جروب اوف ستارز، مجموعة من الستارز والبلانتس والجازز held together by gravity، يبقى كونوا لي ايه؟ كونوا لي الجالاكسي. كده خلصنا lesson 3. ندخل على 4. يعني الموضوع بسيط جدا جدا وسهل ان هو يتلم. نحفظ بس التلسكوب والباينوكيولر. ندخل على lesson 4. النهارده هنشوف كلمة برضو جديدة جدا مسمعناش قبل كده، اسمها constellations. constellations. عايزة أقسم الكلمة لو أنا عايزة أعمل لها keep. constellations. constellations يعني إيه؟ هنعرفها دلوقتي. قالك visible during different seasons. different seasons. عندي both true or false. أول سؤال بيقول لي stars that we see at night sky are far away from earth. يعني بيقول لك الستارز اللي انت بتشوفها بالليل بتكون بعيدة. طبعا أكيد هي بعيدة عننا. أقرب واحد مين فيهم؟ قلنا الصن. يبقى ده سؤال إيه؟ true. stars seem to move across night sky. الستارز دي بتبدو وكأنها بتتحرك. طبعا قلنا في السيشن اللي قبل اللي فات ان هما بيتحركوا ليه؟ هل هما بيتحركوا بجد؟ قلنا لأ. امال ليه بنحس بكده؟ هو قال لي سيم. يعني سيم يبدو، يعني مش حقيقة. ده بسبب ايه؟ بسبب rotation of earth on its axis. يبقى ده برضو true. تمام. بالليل كده بنحس ان هما بيتحركوا. طب تعالى نشوف يعني ايه كلمة constellation. this word جديدة لازم نعملها كيب كويس جدا ونفهم يعني ايه الكلمة دي. قالك والله دي عبارة عن group of stars، مجموعة stars فقط. form pattern أو look like certain shape in the sky. واخد شكل معين، يعني stars كتير. لو احنا عملنا لهم matching يعني وصلناهم ببعض هيعمل لك shape. طب هما فعلا already connecting؟ no. انا بقول افتراضا لو وصلتهم هتلاقيهم واخد شيب معين، مثلا اي شيب او شكل مثلا animal او شكل person، على اي شيب على حسب. قالك الستارز اللي بتكون الكونستليشن are not connected. زي ما انا قلت دلوقتي مش متصلين to each other، ولكن لو الستارز دي connected by imaginary line. يعني ايه imaginary line؟ يعني خطوط وهمية افتراضية تخيلية ووصلتهم ببعض. قالك هيعمل ايه؟ they will look like an object أو animal أو person. لو وصلت الستارز دي مع بعض هتديك شيب معين، ممكن يكون animal ممكن يكون person عادي، وهما في النهاية not connected. ده في الحقيقة ان هما مش متوصلين ببعض. for example عندك constellation Orion that ancient Greeks gave this name a relative to mythical hunter. ده صياد، يعني هما بعد ما وصلوهم ببعض لقيناهم ان هما شبه ايه؟ شبه الهانتر. الهانتر ده اسمه أوريون فسموا الكونستليشن على اسمه. تمام؟ نيجي بقى للmovement of constellation. قالك in fact the positions of stars don't change. مكانهم زي ما اتفقنا مش بيتحركوا. طيب ولكن stars seem to move ليه؟ بيبدو ان هما بيتحركوا ليه؟ قلنا عشان الروتيشن. عشان مين؟ عشان الروتيشن. يبقى due to Earth's rotation on its axis. وقلنا ان الاكسس ده بيكون imaginary line، خط تخيلي خيالي بيجي من التو بولز، من النورث
للساوث. اوكي طيب نمبر 2 قال لك ان الكونستليشنز appear at different locations. ليه الكونستليشنز دي بتظهر عند اماكن مختلفه في السكاي اثناء different types of the year او اثناء مثلا اوقات مختلفه في السنه؟ قال لك كل ده بسبب الريفوليوشن. وساعتها اتفقنا ان الروتيشن يعني ان الارث بتدور حوالين الاكسس بتاعها، لكن الريفوليوشن بادي بيعمل ريفولف حوالين other body زي الارث بتدور حوالين الصن. اول واحده او ان الستارز seem to move across the night sky ده بسبب الروتيشن بتاع الارث حوالين الاكسس. لكن الكونستليشنز بتبدا ان هي تظهر وكانها بتتحرك في اماكن مختلفه خلال سيزونز مختلفه، يبقى ده بسبب الايه؟ الريفوليوشن. طالما ذكرنا كلمه هنا appear at different location in the sky اوقات مختلفه واماكن مختلفه، يبقى كده احنا بيحصل ايه؟ ريفوليوشن للارث حوالين الصن. تعالى مثلا نشوف الاكزامبل. We can see different constellations in winter than in summer. يعني بنشوف constellations مختلفة كتير في الوينتر أكتر من السمر في الصيف، يعني في الشتاء أكتر ومختلفين عن بعض أكتر. Other constellations that we cannot see in the sky still exist in their position. الكونستليشنز اللي بيجي مثلا عليك وقت وما بتلاقيش مش معنى كده ان هي مش موجودة، احنا قلنا احنا اللي بنلف، فكأننا كده تحس ان هي ما بقتش موجودة بس هي still موجودة، ولكن احنا اللي حصل لنا روتيشن. They are not visible، مش بيكونوا مرئيين from where we are located on earth، ولكن مش ظاهرين لينا في المكان اللي احنا واقفين فيه على الارث. يعني هي في النهاية ايه؟ still لسه في مكانها، ولكن انا عشان واقف على الارث وبعمل روتيشن حوالين الاكسس، هي الارث بتعمل روتيشن حوالين الاكسس، يعني كاني او بيظهر لي ان هي ايه؟ مش في مكانها وحصل لها مثلا موفمنت لمكان تاني. طبعا ده مش حقيقه زي ما اتفقنا. Every night new stars appear from east because the part of night sky we see from certain place on earth it change. بيقولك كده كل ليله في نيو ستارز بتظهر من الاست. احنا اتفقنا ان هو لازم الظهور بتاعها يكون منين؟ من الاست، والسيت ان بيكون منين؟ بيروح ناحيه الويست. قالك ليه؟ قالك عشان في بارت من النايت سكاي احنا بنشوفه من المكان على الارث بيتغير شويه كل ليله، يعني المكان نفسه هو اللي بيتغير، فبيظهر لنا نيو ستارز. نيو ايه؟ ستارز. Then after one revolution بعد ما بيحصل revolution حوالين الصن we will see the same part of night sky again and so on. لما بيجي يحصل revolution نرجع نشوفه تاني. طب لفينا مثلا في حتة بعيد بنرجع يختفي ونحس ان هو مش موجود، الستارز يعني هي اللي مش موجودة، ولكن كل ده بسبب ايه؟ الريفوليوشن. الستار لايت ضوء النجم اللي هو زي الصن. الستارز قالك make their own light where they are made of hot gases زي ما اتفقنا من شوية. هي عبارة عن ايه؟ sphere large sphere فيها نسبة أو كمية من الجازز اللي بتكون super hot. اوكي؟ يعني ايه super hot؟ سخنة جدا. فهو ده اللي مخليهم ان هم برايت، هم ده اللي مخليهم ان هم يدونا اللايت، او بتكون متوهجه او لامعه وهكذا. في بعض الستارز زي ما اتفقنا اكبر من الصن، وفي بعض تاني smaller than it، ولكن الصن نفسها بتكون ايه؟ medium size. يعني medium size حجمها صغير. البلانيتس والمون قالك don't make their own light so they are considered as dark bodies. يعني بيقولك البلانيتس والمون don't make their own light مش زي الستار. الستار بيطلع لايت، ولكن المون والبلانيتس الارث يعني والباقي البلانيتس don't make their own light، ما بيطلعوش لايت خالص، عشان كده هما dark.
يا ميس ثواني، هو انا ليه بشوف المون برايت؟ يعني انا دلوقتي في النايت بطلع كده بحس ان النايت منور، المون سوري منور. امتى؟ بالليل. لا، هو مش بيطلع لايت، هو بيعمل ريفليكشن لللايت بتاع الصن. يعني زي ما يكون الصن منزل عليا لايت، فاللي يشوفني يقول ان انا منوره، مع انه انا مش بطلع نور ولا بعمل ميك لماي اون لايت، لا، في لايت انا بعمل له ريفلكت. يبقى due to ايه؟ ان المون reflects light from the sun. طيب قالك some constellations are always visible in the sky. بعض الconstellations بتكون visible in the sky while other constellations can be seen only during specific seasons. ولكن في constellations تانية نقدر نشوفها بس في seasons معينة اللي هم الفور season. وقلنا السايكل اوف سيزون راجع مع بعض. السايكل اوف سيزون ده بسبب الريفوليوشن، لكن السايكل اوف day and night ده بسبب الروتيشن. اوكي؟ stars closer to the earth to the north and south pole move slightly in the sky. بيقول لك الستارز الأقرب للنورث والساوث بول بتتحرك يعني slightly بحاجة قليلة جدا في السكاي، عشان كده المكان بتاع الستارز دي ايه؟ بيتغير little bit، قليل جدا في النايت throughout the year. A location of constellation in the sky during the year قالك بيساعدنا ان احنا نحدد ايه؟ المين دايركشن. ان انا اعرف مكان الكونستليشن في السكاي، هو ضروري ان انا اعرف؟ ضروري ان انت تعرف عشان تعرف من خلالها الفور دايركشن، فين النورث، فين الساوث، فين الايست، وفين الويست. Check your understanding both true or false. Number 1, المونز and stars make their own light. moons and stars make their own light. يعني بيقولك المون والستار بيطلع لايت. والله انت كلامك ترو عن الستارز، بس المون لأ، هي بتعمل ريفلكت بس للسان لايت، يبقى الإجابة false. Number 2, all constellations are visible. قلنا مش كلهم، في البعض بيكون visible والبعض لأ، يبقى false برضه، عشان هو قال لي all هقول له some. طب امتى قلناها يا ميس؟ قلناها هنا اهي some، بس قال لي some من الكونستليشنز بس هي اللي بتكون visible، لكن مش كلهم. عشان كده انا هقول السؤال التاني false برضه. Number 3, every night new stars appear from west due to earth's rotation. احنا بيقول ايه؟ كل ليلة نيو ستارز بتظهر من الويست. طبعا الكلمة الغلط هي كلمة ويست. ليه؟ عشان احنا قلنا بيجي من الاست ويروح ناحية الويست، الاست اللي هو الشرق. تمام؟ يبقى السؤال ده برضه false. طيب we see different constellation in winter than summer. ليه بنشوف different constellation في الوينتر اكتر من السمر؟ قالك ده هل ده بسبب الريفوليوشن around the sun؟ طبعا true، قلناها فوق برضو. ان انا عندي where اهي ان we can see different constellation in winter than in summer. وقلنا ده ليه؟ عشان السيزونز نفسها بيكون الريفوليوشن بتاع الارث بيكون حوالين الصن. تمام؟ وبكده احنا خلصنا lesson 3 and 4. تمام؟ نذاكر اول باول ونحل على التو lesson دول. ان شاء الله المرة الجاية هنقفل lesson 5. باي باي.